ازيكم؟ معاكم ادري. اتمنى لو بتتفرج على الحلقه دي على التيك توك تعمل لايك وفولو وشير وتكمل الحلقه للاخر. لو بتتفرج على اليوتيوب تعمل لايك شير سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، وفي الحلقتين تكمل الحلقه للاخر وتعمل لايك يا صديقي. المهم، مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مباراة انتهت 3-0 مع الرأفة للزمالك أمام الاتحاد السكندري. المباراة اللي كانت ممكن توصل ل5 أو 6 أهداف كمان. أحمد سيد زيزو رجل المباراة الأول. التشكيل اللي بدأ بيه خوسيه جوميز المباراة كان كالتالي: محمد عواد حراسة المرمى، خط الدفاع عمر جابر المسلوسي، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح، خط النص أحمد حمدي وجنبيه نبيل عماد دونجا، الهجوم وينج يمين زيزو، وينج شمال ناصر ماهر، صانع ألعاب كان عبد الله السعيد رقم 10، وفي الهجوم سامسون أكينولا مهاجم واضح وصريح. العنوان بتاع المباراة: الضغط يولد الأخطاء، وده اللي الزمالك عمله واستغله قدام مباراة الاتحاد. الهدف الأولاني مدافع الاتحاد السكندري بيرجعها بالغلط، السيد زيزو مكمل على الكورة استلمها وحطها ببطن رجله في الدقيقة الهدف الأول. كان في جون تاني اتلغى بتاع سامسون أكيلونا، ده تسلل كورة بصراحة ولا أجمل ولا أروع. كورة استلمها عملها تشيب باس من فوق حارس المرمى بتاع الاتحاد، دخل الجون، بس طبعا لولا الاوفسايد كان بقى الهدف التاني. الهدف التالت احمد فتوح يعني بيقول انا افضل باك شمال في مصر قولا واحدا. الراجل استلم الكوره بره منطقه الجزاء، عملها اسيست برجله اليمين، هو المفروض بيلعب رجله الشمال، اسيست برجله اليمين لناصر ماهر اللي اتحرك حلو جدا في ظهر خط الدفاع في جوه منطقه الجزاء، استلم براحته وحطها براحته على شمال حارس المرمى. في نص الاحداث دي كلها احمد سيد زيزو كان في كورنر استلمه من على منطقه الجزاء وضم لجوه وشاطها جابها في العرض. طبعا احمد سيد زيزو العرض يعني من افضل الناس اللي بتشوت كور من بره مصر. الملاحظ بقى بالنسبه لي في المباراه دي كمجمل حتى الان ان الزمالك بيلعب على الشوط من بره، يعني بيشوطوا من بره كتير. ناصر ماهر شوط كتير، عبد الله السعيد شوط كتير، حتى نبيل عماد دونجا شوط، حتى احمد حمدي شوط. كله بيشوط، وده اوبشن المفروض فعلا يستغل. يعني ده كاوبشن هو اوبشن حلو جدا لو اتدربوا عليه. معظم الشوطات طبعا كانت في السماء، بس لما اجرب مره واثنين وثلاثه وعشرة ودام عندي فرص رجلي هيبقى عندها الحساسيه دي. ودي حاجه من الحاجات اللي الاهلي مفتقدها. الاهلي ما فيش حد بيشوط من بره. ماتش زي زد النهارده مثلا في الاهلي الناس كلها متكتله، انت محتاج تشوط من بره، مفيش. عبد الله في الاهلي السوليه اكتر واحد بيعمل كده هو مروان عطيه، بس كل فين وفين. انما النهارده لا، في الزمالك كله بيشوط، كله عايز يجيب جون من بره. الهدف الثالث بتاع الزمالك بقى حكايه نفس الغلطه بتاعت الجون الاولاني. المدافع بيستلم الكوره طولت منه، سيد زيزو كمل بصراحه خدها على الحرف وعملها تشيب من فوق الجون في البعيده، تشيب عالمي. احمد سيد زيزو لعيب من طراز عالمي بصراحه، افضل وينج يمين في مصر. بيقول انا افضل وينج يمين في مصر، مفيش يعني مش محتاج يفكر. يعني هو داخل هو شايف الجون، ودي ميزه من ميزات زيزو. يعني في كوره في الشوط الثاني الاتحاد السكندري ملوش في الماتش كله غير كورتين. كوره في الشوط الاولاني اتعملت عرضيه بعد جون الزمالك الاولاني، اتعملت عرضيه كان المهاجم بتاع الاتحاد اللي هو مبلولو حطها براسه بس ما توفقش فيه. الشوط الثاني احمد عادل ميسي انفراد واضح وصريح من نص الملعب، هو مبلول رايحين انفراد واضح وصريح، يعني هما الاثنين ومعاهم عواد. احمد عادل افكر 60 تفكير، بس خد القرار الوحيد الغلط ان هو شاط. انت واحد داخل وحارس المرمى طلع لك بره منطقه الجزاء، اسهل حاجه في الدنيا اعملها تشيب جون. خايف تعمل تشيب ويعلى جنبك، يعني جنبك على نفس الخط المهاجم بتاعك باص 1 وانت تجري له هيرد لك التو، شكرا يا عم. رقص عواد وخش، عندك 3 قرارات اسهل من بعض. هو اختار القرار الوحيد غلط ان هو شاطها في السماء. والكرة دي لو الاتحاد كان جابها كان ممكن يرجع في المباراة. بس الزمالك بصراحة لا، شابوه. الزمالك النهارده بيقول انا معايا فريق تقيل. ناصر ماهر فارق كتير جدا مع الزمالك. الكورة النهارده بتاعت الجون التاني
يعني هو يا دوبك عدى خط الدفاع واستلم في ظهرهم بالراحه وحطها ببطن رجله معلمه. فالزمالك معاه فريق كويس جدا 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 جدا، بالاستمراريه لو كملوا بنفس الوضع دوت، لا الزمالك هيبقى فريق ما بيعمل حاجات حلوه، بيعمل حاجات حلوه جدا كمان. فالف مبروك نادي الزمالك، فوز مستحق يعني قولا واحدا. يعني احصائيات المباراه مثلا على سبيل المثال النهارده الزمالك مستحوذ 68% ل 32% للاتحاد. الزمالك شايط 18 كوره منهم 5 اون تارجت، الاتحاد شايط 10 منهم 2 اللي هم الكورتين اللي اتكلمت عليهم. ما خلاف ذلك الاتحاد ما فيش. لا الزمالك عامل 11 عرضيه مؤثره، انما يعني منهم مثلا عرضيه بتاعت سيف الدين الجزيري اللي جت في العرض. يعني انت عندك كده عرضتين، بتاعت زيزو وبتاعت سيف الدين الجزيري، وعندك واحده جون اتحسب اوفسايد اللي هو بتاع سامسون اكينولا، الجون العالمي اللي هو اللي عمل تشيب، اللي هو لو كان ميسي نفس الكوره جات له وعملها تشيب كانت جون. يعني جات لسامسون اكينولا. شوف هو ده بقى الفرق في المايند سيت بتاعت الناس. سامسون اكينولا استلم الكوره نفسها هي بل بالعكس، ده سامسون اكينولا ما كانش عنده الفراغ والوقت ده كله، استلم وراح حاطط التشيب دخل الجون. انما انت احمد عادل دخلت وانفراد انت ومهاجم وعندك 60 اختيار، اخترت القرار الوحيد الغلط. بس كده. فالف مبروك نادي الزمالك اللي عايد على جماهيره النهارده ب3 بوينت احلى من بعض. استغل الاخطاء الدفاعيه بتاعت نادي الاتحاد والضغط العالي بيولد الاخطاء اللي هم عملوها ديت. الحاجه الوحيده اللي انا شفتها بالنسبه لي في المباراه، يعني كنت شايف ان ده المفروض ان هو يحصل. محمد شحاته اللي نزل في الدقيقه 66 مكان احمد حمدي، ده المفروض يلعب على حساب دونجا بالنسبه لي. كورته اعلى، الفتنس بتاعه اعلى، عايز ياخد ماتشات. بتاع دوت. الزمالك برضو زي الاهلي محتاج مهاجم تقيل، الا اذا سامسون اكينولا اخد فرص اكتر بكتير زي ما ناصر منسي اخد وزي ما سيف الجزيري اخد. سامسون اكينولا لو استمر في المركز دوت باللي هو عمله النهارده ممكن يبقى في حته تانية. واخيرا بالنسبه لي الوضع الغريب سيد نيمار. عمر كمال عبد الواحد سوري عمر كمال عبد الواحد عمر جابر بيلعب باك يمين حلو جدا، واعتقد هم يعني المدير الفني للزمالك مخليه عشان اداؤه الدفاعي اكتر، لان سيد نيمار اداؤه الهجومي اعلى. بس سيد نيمار لو زود الحته الدفاعيه دي عنده بالوضع بتاع الهجوم كمان هياخد المكان بتاع الباك رايت في الزمالك لحته تانية. مبروك نادي الزمالك. المباراه الجايه الاهلي والزمالك في القمه يوم الاثنين الجاي ان شاء الله. هيبقى لينا حلقه تانية عن التحليل الاهلي والزمالك والفريق التشكيل الافضل للفرقتين، وهنستنى الماتش سوا. سلام.